السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة نترحموا على الشهداء تاعنا بمناسبة اندلاع الثورة 1 نوفمبر. داكور. ثاني حاجة اليوم جينا باش نريبونديو على واسمه الصحافة تاعنا، الصحافة تاع الجزائر، الصحافة تاع الزيكو، يعني الصحافة ككل في الجزائر. كل القنوات التلفزيونية في الجزائر لا محل لها، لا من العمل ولا من الإعراب ولا من الواقع، ولا هم يحزنون. صحافة الزيكو. داكور. راني جاي نقولك علاش. داكور، راني جاي نفهمك علاش الصحافة تاعنا عندنا في الجزائر يعني مجرد بوق من أبواق التابعة لوسمه للنظام تاع تبون وخلاص. الوقت اللي كانت فيه لويزا حنون محكوم عليها وكانت مجمعة تاع سعيد بوتفليقة وكاع، كانت الصحافة الجزائرية تكتب وتعنون والتلفازة تقول بأن يعني القايد صالح ربي يرحمه استطاع القضاء على كل أزلام العصابة. هكا صحافة الجزائر. وكان الشعب الجزائري ويعني وأنا واحد من الناس ما نكذبوش كنا يعني حزننا وكرهنا وضيقنا نهار مات واسمه القايد صالح ربي يرحمه. كنا ضيقنا وكاع وقلنا هذا يعتبر أسد من أسود الجزائر. داكور. وجنبها تبون بكا زوج بكيات وقال لكم فهمت. المهم ابارسا اليوم الوزا حنون كما قالت الصحافه تاع الجزائر يعني شفناها وعنونت وكتبت وجرائد وكاع. استقبل السيد رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الى لهنا رانا صح المسمى عبد المجيد تبون القائد الاعلى للقوات المسلحه في قصر كذا 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 كذا. استقبل مجموعه من الفنانين قال لك والسياسيين، وكانت على راسهم شكون؟ لويزا حنون. لويزا حنون كانت من قبل هناك ادعاءات يعني وكلام وهضره ياك بانها سرقت 260 مليار، وكانت عندها تهمه نتاع يعني باينه باسكو هي تحاكمت في محكمه عسكريه. داكور. التهمه تاعها اللي كانت عندها لويزا حنون كانت عندها التهمه تاعها يعني محاوله يعني ضرب استقرار الدوله والتآمر على الدوله. هكا هذه هي التهمه اللي كانت عندها نورمالمون هكا. باسكو انا ما نتبعهاش هي، هذه وحده. مين نتبع الاخبار تاع الجزائر كيما داروا باسكو بلادي ونتبع الاخبار تاعها. الحاجه اللي وحيده اللي غاضتني في هذه كلش هي الصحافه تاع الجزائر. تصفق للرابح. لو كان تبون غدوه يحبس ما يوليش رئيس ويمشي يتحاكم، مام هو خصه يتحاكم باسكو مام هو راه يسرق ويدخلوه يبقاو يقولوا تبون كان سارقا واليوم هما يصفقوا له. الصحافه تاع الرخص الطحانه سمعتوا ولا لا؟ في مناسبه اندلاع الثوره تبون خصه يمشي يشوف الشعب، خاصة ماشي يمشي الولاية اللي مشى لها وكاع. وكاين واحد الفئة خرجت من الشعب الجزائري ورفدوا فيديو تاوعي وقال لك ياسين راك درت في هدرتك وانت يا سبيت تبون وعايرت تبون وقصفت تبون وقلت ما نسمعش بتبون. شوف، طز على تبون وعلى محكمة تبون وعلى القاضي اللي غادي يحاكمني نهار تحكمني نتايا. طز عليه مام هو. المحكمة اللي فيها تليفونات دخل وخرج بالتليفون، محكمة شكوبي اللي باصاو ولاد الناس. سمعت المحاكم الجزائرية اللي الناس على جال صفعة، يعني واحد ضرب واحد بكف تلقى روحها ب20 عام. سمعت ماهيش محكمة. والمحكمة اللي ولد تبون يخرج منها ب7 قناطر و20 كيلو تاع كوكايين ماهيش محكمة. سمعت ماشي تجي تحاسبني انايا، روح حاسب المحاكم قبل هما اللي حاكمين المحاكم. سمعت وطز عليه وزير العدل نتاعك. هذه باش تزيد تماركيها عليا. وانا نقولها لك درك باش تعقل عليها طول حياتك. انا ماشي عندي منصب في الجزائر باش تقول هذا انسان بالك ما يقدرش يجاوبني ولا لا. لا نجاوبك بكل اريحيه، نجاوبك وانا فخور. يعني كي تكتب لي كومونتير وكومونتيرات الكل نشوفهم، يعني كي تكتب لي تعليق تاعك انا ندخل ونريبوندي عليك نورمال عادي. باسكو انا مانيش نسرقك كيما راه يسرق فيك تبون، وما رانيش ندير لك العذاب وقهرك كيما راهو قاهرينك لابوليس والبياري والجندارم. سمعت انا مانيش نقهر فيك ومانيش نوصل لك رسالتي ليك انت كمواطن. باسكو نتوما مواطنين، كاين واحد الفئه من المواطنين عندنا في البلاد حنايا مام هما يصفقوا للرابح. فهمت؟ دروك يزيدوا يشجعوك ومن بعد كيجيبوك واش يقول لك الدوله تاعنا قوه واستطعنا ومنا وكذا. فهمت؟ هو غير اسمه هذاك يعقوب قال لهم انا جنرال، هذاك اللي جابوه من الالمان، قال لهم انا جنرال وقال لهم انا مستشار وقال لهم انا تاع الامم المتحده، وداروا له استقبال في القناه التلفزيونيه عموميه وكانه مستشار الامم المتحده تاع اللاجئين، ودخلها لهم مره هو كولونيل ودخلها لهم. سمعت؟ والشعب الجزائري خرج الدوله الجزائريه استطاعت القبض عليه. واش من استطاعت القبض عليه؟
واش من استطاعت القبض عليه، واش من استطاعت، ما استطاعت، ما هم يحزنون. سمعت ولا ما سمعتش؟ الجزائر تضيع في دراهم الشعب وتاكل في دراهم الشعب، واللي قابضين الجزائر نهبوا في ثروه الشعب، وانتم قاعدين تصفقوا ما جايبين الدنيا اخبار. الله اكبر الحق، هو الادني ادن، اقسم بالله العلي العظيم. الله اكبر الحق، الله اكبر الحق، الله اكبر الحق. السلام عليكم.